السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع بعض غادي نوجدوا هاد الوصفه هادي اللي طالعه هاد الايام ترند في المغرب، دايره ضجه. هاد لينيم هادو اللي كيكون فيهم الكروفيت والسوريمي في الداخل. بسم الله على بركه الله، نبداو نحضروا الوصفه مع بعض. فهاد الوصفه هادي غادي نحتاجوا الفيرميسيال، ياك من بعد ما كنطيبوه كنديروه في الماء غليان. خصنا ندوزوه في الهاشوار، ندوزو تيولي بحال هكا رقيق. تاني حاجه غنحتاجوها اللي هي البصله من بعد ما حكيناها وعصرناها مزيان حيدنا ليها الماء ديالها. غنحتاجو جوج ديال البيضات، خيزوها محكوكه مزيان حتى هي ومحيد ليها الماء ديالها. غنحتاجو لي شامبينيون نوار، هادو تا هما راه طيبتهم ودوزتهم حتى هما في الهاشوار بحال هكا غادي يكونوا. غنحتاجو شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الملحه، غير هو الملحه ما تكثروش بزاف على قبل، حيت غادي نخدمو بالسوريمي والكربيط راه تيكونوا حتى هما مالحين شويه. كما قلت لكم الملحه، سكينجبير، الابزار، الثومه حتى هي محكوكه، ضامه ديال الحوت، ياك، شويه ديال صلصه المحار، وشويه ديال صلصه الصوجا، تقريبا معلقه. وهنا غادي نحتاجو حتى زيت المائده. وهادو الوراق ديال لينيم ديالنا، ولا تقدروا تستخدموا حتى الوراق ديال البسطيله. بسم الله، غادي نبداو، غادي نكبو البصله ديالنا في البول ديالنا على داك الفيرميسيل، خيزو حتى هو. لي شامبينيون نوار، شويه ديال القزبر كما قلت لكم المعدنوس، والتوابل ديالنا. انا تقريبا غادي ندير معلقه كبيره، ياك، انا نحلها وندير معكم معلقه كبيره، ياك، معلقه كبيره ديال الصويا صوص، زيت المائده حتى هو، اللي بغى يخدم بزيت العود ماشي مشكل، بحال بحال. هنا خصنا نطحنوا هادو ديالنا مع بعضياتهم مزيان، عاد غادي نزيدوهم. اللي بغى يخدم بالكفته ديال الدجاج ممكن، اللي ما بغاش يخدم بالحوت يقدر يخدم بالكفته ديال الدجاج، يعني راه بحال بحال نفس هذا، نفس الريزولطا. هنا غنطحنوا هاد الكروفيت ديالنا والسوريمي مع بعض. انا راه مع التلفه نسيت الموس ديال الهشوار. ما طحنوش بزاف، غير يطحنوا شويه وحيدوهم. انا من بعد ما طحنتهم غادي نزيدهم على الخليط ديالنا. ها نتوما كما كتشوفوا هكا غيخرجوا لكم. واحد الحاجه نسيت ما ذكرتكم بها اللي هي النشا. هاد النشا هذا ضروري ديروا معلقه كبيره باش يمتص لكم السوائل الخضراء، حيت كتطلق الماء. حاولوا ديروا معلقه كبيره ديال النشا، نسيت ما قلتهاش لكم في الاول ديال الفيديو. المهم ما عندهاش نشا تقدر تعوضوه بالدقيق.
هنايا غادي ندير جوج ديال البيضات ونخلطوا الخليط ديالنا حتى يتجانس مع بعض مزيان مزيان. غادي نزيدو ضامه ديال البنه ديال الحوت كما قلت لكم. نخلطوا الخليط ديالنا حتى يتجانس لينا مزيان. هنا من بعد ما خلطناه شفتوا كيفاش كيخرج لكم. غير هو واحد النصيحه غادي نقولها لكم البنات، الضامه ديال كنور حاولوا ما ديروهاش من الاول، حاولوا هو الاول ديروها في الزيت وتمعسوها مزيان عاد زيدوها، حيت شوف ملي غتبغيو تخلطوا الخليط ديالكم غتلقاو انها ما دارتش مزيان. وهنا غادي ناخذوا الوراق ديالنا، الوراق راه تيكونوا ساهلين في الاستخدام. كناخذوا شويه من الحشوه كنحطوها بحال هكا في الورقه، غنجمعوا بحال هكا الجناب الثاني والثنيه الاولى، نجمعوا الجنب الاول ياك، وغنجمعوا ثاني الجنب الثاني وصافي غادي نلويو هكا. السيجار ديالنا غادي يجينا منظم وفي نفس الوقت راه ساهل. الا بغيتو غتلصقوه هنايا بالماء والدقيق ولا بالماء والنشا، كل واحد والاختيار ديالو. وصافي بنفس الطريقه غادي نكملوا هذا الخليط ديالنا كامل. نعاود معكم واحده اخرى. بالنسبه لهاد لي نيم هادو ولا هاد السيجار هادو راه تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد. النهار اللي ما يكون تكونوا مزروبين ولا شي حاجه تجبدوهم ديروهم في الاير فراي مباشره اولا تقلوهم في الزيت. غير انا كنفضل نديرهم في الاير فراير. انا من بعد ما درتهم انايا في الاير فراير ياك، غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت. هادو ديالي انا راه انا كنت محافظه عليهم في المجمد، يعني ما غيطرى ليهم والو. غادي نسد عليهم وغنخليهم حتى يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار ديالنا. شوفوا كيفاش كيجيو زوينين ما شاء الله. الا بغيتو تقدروا تدهنوهم بالبيض من الفوق الا بغيتو تحصلوا على اللون ذهبي بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه كما قلت لكم راه طالعه ترند. بالنسبه لي انا الا بغيت نعطيها التقييم ديالها على 10 غادي نعطيها صراحه 6 ولا 7 على 10 بصحه وراحه.